بعد قرار البنك المركزي، البنك العربي الإفريقي قرر خفض الفايدة على حساب التوفير. فتعالوا نشوف خفض الفايدة لكام وتفاصيل الحساب الجديدة ايه. يلا بينا. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. قبل ما نخش في موضوع الحلقه بنستاذن حضراتكم لو بتتفرجوا علينا ولسه مش مشتركين في القناه تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس على الكل عشان يصلكم كل الاحداث والحلقات الجديده خلال الفتره الجايه لانها مهمه جدا. وطبعا اهم حاجه ما تنسوش تدعمونا باللايك على الحلقه. خلونا بقى نخش في موضوع حلقتنا على طول، واللي كنا بنقول عليه واللي كنا بننادي بيه خلال الفتره اللي فاتت كلها بيحصل دلوقتي وهيحصل خلال الفتره الجايه. هو قلنا كل ما يحصل تثبيت واكتر من تثبيت للبنك المركزي لاسعار الفايده، اغلب البنوك هتبتدي تخفض الفايده على الشهادات وعلى حسابات التوفير اللي بفايده عاليه عندها. واعتقد اغلب الناس اللي متابعانا باستمرار هتشهد لنا وهتفتكر النقطه دي بالظبط، لان كنا دايما بنكررها وحصل تخفيضات كتير خلال الفتره اللي فاتت. واهو يعتبر اهم بنك الناس مهتميه بيه بحسابات التوفير بتاعته بالشهادات وهو البنك العربي الافريقي اتخذ قرار التخفيض. لكن خلونا نوضح نقطة كده عشان الناس ما يختلطش عليها الامر. التخفيض اللي حصل على حساب اي جولدن سيفنج، الحساب الذهبي اللي هو الفايدة كانت عليه تصل الى 30%. لكن حساب جولدن بلس لسه ما حصلش تخفيض عليه لحد الان. لحد وقت تسجيل الحلقة البنك ما خفضش الفايدة عليه، خفض على اي جولدن سيفنج. لكن وارد يحصل تخفيض عليه، وارد يحصل، لان الفترة اللي فاتت لما البنك زود الفايدة على اي جولدن سيفنج كان زودها الاول وبعدها بيومين راح مزود الفايدة على جولدن بلس. فوارد يحصل نفس الحركة ان هو خفض دلوقتي على اي جولدن سيفنج، ممكن يومين ثلاثة ونلاقيه خفض الفايدة على الجولدن بلس، لكن لحد الان ما حصلش تخفيض. فخلينا على الوضع الحالي وخلونا بقى نتكلم في تفاصيل الحساب الجديدة بتاعت اي جولدن سيفنج، عشان التخفيض على حسابات التوفير بيتم على الناس الجديدة وعلى الناس القديم، لانه حساب توفير مش شهادة ثابتة. طبعا التخفيض او الفايدة الجديدة دي هتتم من اول شهر ديسمبر، من اول شهر 12 على كل الناس، سواء هتفتح الحساب الجديد او انت فاتح الحساب قبل كده. الفايدة الجديدة هتاخدها من بداية شهر 12. خلونا نقول كل تفاصيل الحساب واحنا ماشيين كده، نقول لك الفايدة كانت ايه واتغيرت لايه دلوقتي. الحساب زي ما قلنا اسمه اي جولدن سيفنج او مشهور بين الناس الحساب الذهبي. الحد الادنى لفتح الحساب هو 500,000 جنيه، ولو رصيدك في الحساب ده قل عن 500,000 جنيه ما بيحسبش لحضرتك عائد. الفايدة على الحساب ده قبل كده كانت الشهري 24%، الربع سنوي 24.5%، النصف سنوي 25%، السنوي 30%. البنك خفض الفايدة على كل الدوريات دي، خلى الشهري 23.5%، الربع سنوي 24%، النصف سنوي 24.5%، السنوي 26%. والحساب غير مقسم لشرايح، لسه زي ما هو، مش شرايح، مش بيقولك من 500 لمليون ومليون ل5 مليون والكلام ده كله، لا. هتحط 500,000 واعلى من 500,000 هتاخد شهري دلوقتي هتاخد 23.5%، ربع سنوي هتاخد 24%، نصف سنوي هتاخد 24.5%، سنوي هتاخد 26%. سواء حطيت 500,000، مليون، 2 مليون، 10 مليون، هتاخد الفايدة الجديدة دي. طبعا الفلوس بتاعت حضرتك في الحساب ده لازم تكون يوم واحد او قبل يوم واحد وتكمل الشهر كله، سواء الشهر بقى 28 29 30 31، لازم تكمل الشهر كله عشان تاخد فايدة على الشهر ده. لو جيت في نص الشهر سحبت فلوسك مش هتاخد فايدة. جيت يوم 30 والشهر ده 31 سحبت فلوسك مش هتاخد فايدة. طب حاطط مليون جنيه وسحبت 500,000 جنيه في نص الشهر، الفايدة هتنزل لك على 500,000 مش هتنزل على المليون جنيه. ولو قل عن 500,000 جنيه زي ما قلنا مش هيحسب لك فايدة على الشهر ده لحد ما رصيدك يبقى 500 واعلى من 500 عشان يفضل يحسب لك الفايدة. طيب في تركتين في الحساب دول كنا قايلينهم وقلنا ان هم مخليين الحساب مش افضل حاجة، هنقولهم برضو لان هم مازال موجودين. اول حاجة واهم حاجة وهو ان الايداع على الحساب ده مش متاح اول يوم في الشهر، متاح كل ايام الشهر ما عدا اول يوم في الشهر.
لو جيت تعمل ايداع او تحول على الحساب ده اول يوم في الشهر مش هيقبل منك اي ايداع. ودي كانت مشكلتها ايه؟ مشكلتها كانت اكتر للناس القايمه في البنك اللي مثلا فاتح حساب جولدن بلس وعاوز يحول للحساب ده. لو انت مثلا جيت قبل ما الشهر ينتهي سحبت فلوسك من الجولدن بلس عشان تفتح الحساب ده، كده انت خسرت الفايده بتاعه الشهر ده على الجولدن بلس. هتقول لي خلاص هفضل لحد يوم 30 عشان اخد فايده الجولدن بلس واروح يوم واحد افتح الحساب ده. قلنا مش متاح اول يوم تعمل عليه ايداع، وبالتالي انت خسرت اول فايده لاول شهر في ايه جولدن سيفنج. فدي نقطة مش حلوة من البنك على الحساب ده. تاني حاجة ان عشان تقدر تفتح الحساب ده لازم تفتحه من خلال تطبيق البنك، من خلال الاونلاين بانكينج بتاع البنك العربي الافريقي. ودي مشكلة للناس الجديدة، لان الناس القايمة لو انت ليك حساب قبل كده في البنك العربي الافريقي سواء الجولدن بلس او حساب توفير عادي او حساب جاري عادي، كل اللي انت هتعمله انت مفعل تطبيق البنك بتاعك او تروح تفعله وتخش على تطبيق البنك تفتح الاي جولدن سيفنج وتحول عليه ال 500,000 جنيه ومبروك عليك الحساب اشتغل ويتحسب لك الفايده. المشكله في الناس الجديده، البنك بيقول لك الحساب مش متاح من اي فرع ان انت تفتحه، لازم تفتحه من خلال تطبيق البنك. وبالتالي بيقول لك لو انت مالكش اي حساب في البنك قبل كده لازم تروح اي فرع تفتح حساب جاري او حساب توفير عادي بحد ادنى 20,000 جنيه وتخلي الفرع يفعل لك الاونلاين. وبعد كده انت حضرتك تخش على الاونلاين تفتح بقى حساب الاي جولدن سيفنج وتحول برضو عليه ال 500,000 جنيه من الحساب الجاري او حساب التوفير اللي انت فتحته، ومبروك عليك الحساب اشتغل ويبدأ يحسب الفايدة. فبرضو نقطة مش حلوة لان اغلب الناس ممكن ما تستخدمش الاونلاين، وبرضه حتى لو الناس بتستخدم الاونلاين فبالنسبه للناس الجديده هتبقى مشكله. ليه تلزمه ان هو يروح يفتح حساب جاري او حساب توفير بمصاريف تانية ويدفع حد ادنى برضه 20,000 جنيه؟ ليه القصه دي كلها مش حلوه؟ لذلك الحتتين دول او التركتين دول كانوا مخلينا مش مرشحين الحساب لاغلب الناس، لانه كانوا مخليين الحساب مش افضل حاجه، كان دايما الجولدن بلس بيتفوق عليه حتى بالفايده الاقل. لذلك الحسابات التانية اللي كانت بفايده 30% برضه كنا بنفضلها على الحساب ده. فده كده كل اللي حصل على الحساب ده. وهنوصل دلوقتي ان خلاص يعتبر الحساب الوحيد اللي بفايدة 30% ودلوقتي بيتفوق تماما على حساب الاي جولدن سيفنج وهو حساب المصرف المتحد بفايدة 30%. الفايدة بتصل عليه الى 30% وبرضه مش مقسم لشرايح. من اول 500,000 برضه بيديك الفايدة اللي انت عاوزها سواء بقى شهري ربع سنوي نصف سنوي سنوي. وتفاصيل الحساب بتاعه المصرف المتحد في الحلقه دي هسيبها لكم في الوصف وفي التعليقات، ارجعوا لها لو انتم مهتمين بحساب يدي فايده 30%. فهو يعتبر الحساب الوحيد دلوقتي اللي فايده 30% بتاع المصرف المتحد، لان كده خلاص البنك العربي الافريقي خفض الفايده على ايه جولدن سيفنج، وبنك سيب خفض الفايده عنده على الحساب اللي هو سيطره بلس كان 30% بقى اقصى حاجه عليه دلوقتي 27%. فده اللي حصل على حساب البنك العربي الافريقي. وتابعونا كويس خلال الفترة الجاية عشان لو حصل اي تخفيض على الجولدن بلس نعرف حضراتكم على طول، لان زي ما قلنا التخفيض على حسابات التوفير بيتم على الناس الجديدة وعلى الناس القديمة. بس يا سيدي ده كده كان كل موضوع حلقتنا النهارده. اتمنى طبعا يكون الحلقه اللي هتعجب حضراتكم استفدتوا منها استفاده بسيطه. ما تنسوش طبعا تنزلوا تشتركوا في القناه، ما تنسوش اللايك على الحلقه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا.